البرلمان عمرناه بالاميين والناس اللي ما عندهم حتى شي كفاءه، وغادي ينظروا لنا في القوانين. انت تعرف بانه غوفرني سي ليجيفيري، باش تحكم خصك تخرج قوانين. شكون اللي غيخرج هذه القوانين؟ الا هادو غيدوزوا عليهم الدكه ما يسقوش الخبر، يسحبوا راسهم كيديروا شي خدمه هي مزيانه. الطريق ديال الاصلاح معروف. بلادنا انا الاول انها تخرج من الديمقراطيه ديال الواجهه وتخرج من الريع. واحد العدد ديال العائلات مغربيه حنا لا نكن حقدا لاحد، استفدوا وما شبعوش. هما في لاسيرونس، هما في الماء، هما في النعمه، هما في الابناك، هما في هذه. ما يمكنش. اذا ما كاينش التوزيع العادل للثروه، هذا هو الاصلاح. الاصلاح هو هذا. ما يمكنش واحد المجموعه تحتكر الاموال ومن بعد نجيبوها دير السياسه، والاخرين اللي كيديروا السياسه بعناء وبتضحيه بمعنى ما نديروا بهم ونزوروا ضدهم الانتخابات. ما بغيناهوش. ولا انا كنقول للمغاربه الله يخليكم، راه مستقبل البلاد بيد كل واحد فينا، كل وحده فينا. راه ماشي هذوك الناس مسؤولين. ربما كاينه احزاب ضعيفه اليوم، ربما كاينه احزاب تصنعت وما عندها ما تقدم ولا ما تاخر، ربما كذا. ولكن راه كاينه احزاب اللي هي مهمه، وكاين مثقفون في هذا الوطن اللي هما مزيانين، اللي يمكن يتعاونوا معهم السياسيين. لان اليوم حنا محتاجين الناس مسيسين ومثقفين وعندهم رؤيه استباقيه منسجمه لهذه البلاد. هذه البلاد هذا بلد جميل، ولكن بلد يخضع للنهب المفترس. راه ما يمكنش نظمنا انتخابات وانتخابات ما كانتش حره ونزيهه وما ضبطناش فيها العنصر البشري. حنا كنا دائما كنقولوا راه الناس اللي بغاو يمثلونا خصهم يكونوا قاريين، خصهم يكونوا مؤدبين، يكونوا كيخلصوا الضرائب، يكونوا يعني ناس نزهاء. هادو هما اللي غادي. اذا اللي بغى يترشح نقلبوا عليه. وهاد المسؤولين الجماعيين الا من رحم ربك كتلقاهم فاسدين وجيعانين، كيقلب كيفاش غادي يسطوه تا على شي حاجه ولا شي امتياز ولا على شي ارض ولا على شي حاجه. اذا حنا منين تيتقال لنا النموذج فاشل غادي نصلحوا. بالنسبه لنا خصنا نديروا الديمقراطيه ونحاربوا الفساد اينما كان ووجد، والريع والامتيازات والافلات من العقاب. هذا لا كاش. ونعطيو النموذج باش حتى اللي بغى يتحمل المسؤوليه يعرف راسو بان اش كيتسناه المحاسبه، ونطبقوا داكشي اللي جا في الدستور اللي ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذا الشيء ما كاينش. جينا قلت لك خصنا نبنيو الانسان، قال لك راهو لينا المقترح وانتم يلاه دوزوا القانون 1751. ماذا يعني ذا؟ ان تكون كفءا. ان تكون كفءا ماشي فقط بالعلم والمعرفه، لان العلم والمعرفه اساسي في المجتمع. العلم والمعرفه ان تكون كفءا هي ان تكون اهلا للثقه، وأن تكون قادر على تحمل المسؤولية، وأن تكون قادرا على التضحية، وأن تعرف معنى المصلحة العامة. هذه الكفاءة. أما باش تقول لي الكفاءة واحد قاد دبلوم، لو دبلوم نو في با لوم. الدبلوم ماشي هو كل شيء. الدبلوم مزيان، ولكن مع هذه القرايه اللي ولات دابا تفلست، كاين اللي حامل دبلوم ما حاملش اخلاق، لا يصلحوا لشيء، وخصوصا لا يصلحوا للسياسه. الدوله العتيقه ضربات في الاحزاب حتى ما خلات فيهم، ودابا كتقول لك حنا خصنا الكفاءات. الكفاءات منين غنجيبوهم؟ الا جبنا تكنوقراط راه ما غاديش يحلوا لنا الازمه. تكنوقراط بغيناهم، ولكن يكونوا متسيسين باش نعرفوهم فين باغيين يديو البلاد. لان الا كان واحد في اليمين غادي نعرفوه بانه مع النظام النيوليبرالي ربما سيحاول وضع قوانين لتنافسيه حقيقيه ولكذا ولكذا. اما ولا كان اشتراكي غنعرفوه باغي العداله الاجتماعيه وباغي يحافظ على التعليم والصحه المجاني، وباغي الانسان هو المحور ديال كل عمليه تنمويه وكذا، وباغي المساواه الحقيقيه بين المراه والرجل، ما باغيش التشييع ديالها ولا التعنيف ديالها ولا اننا نخليوها تحت وصايه. ولكن لا جيتي نتايا وصبغناك بالخضر ولا بالصفر ولا صبغنا ما عرفناكش شكون، ماذا يمكن ان ننتظر؟ اذا المغاربه في الحقيقه فقدوا الثقه. كنا ننتظر في هذا الرجه والكلام على الكفاءات انه يتم انتباه الى مساله اعاده الثقه. المغاربه ما بقاوش كيثقوا على الناس نزهاء. ما تقبضش الفلوس وتصوت على السماسره ديال الانتخابات ولا الناس اللي كيخدروا ولادنا. حنا ولادنا ولينا خايفين عليهم. الاحياء ولات عامره بالهيروين وبالحشيش والمصائب. لماذا يتم تخدير هذا الشعب؟ لماذا يتم قتل المدرسه العموميه؟ وكيفاش بدنا نبنيو الانسان ومن بعد نجيبوا واحد الوليدات زوينين قراو تما ولادنا ولاد الشعب ضحاو عليهم والديهم باش قراوهم داكشي ونقولوا صافي هذه الكفاءات. الكفاءات ما تكونش استثناء. الكفاءات خصها تكون تعم في البلاد. ماذا يمنع؟ علاش ما تكونش الكفاءات عامه؟ وانا ذاك نختار الكفء المتخلق اللي غادي يعتق لنا هذا. اذا انا بالنسبه لي هذا واحد المقولات لقوها لنا بحال كيقول ناعوم شومسكي انه الهياب ملهي كنلهيو الشعب. بقاو تسناو اليوم تسناو الكفاءات، بعد غدا البارح كنا كنتسناو الزلزال، والبارح كنا كنتسناو العاصفه غتعصف لينا بشي واحد. راه ما كاينش. راه المشكله هو ان الحكومه لا تحكم، والحكومه خصها تحكم وخصها تبين وجهها وتورينا شنو المشروع ديالها الذي تدافع عنه، وتجيب انا ذاك الكفاءات السياسيه التي تستعين بالكفاءات اللا سياسيه. المغاربه عياو من هذه المسرحيه اللي هي تكرار لنفس السيناريو الذي بشهادتي اعلى سلطه في البلاد فاشل.